كتير من الأوقات بتسمع عن استثمارات ضخمة بأرقام مرعبة في تقنيات غريبة وقوية جدا، وفي الآخر الموضوع بيفشل. عمرك سألت نفسك ليه الموضوع بيفشل؟ الموضوع ببساطة لأن المشكلة مش هي التقنية، مش هي التكنولوجيا. المشكلة دايما في الناس. أي حاجة في الدنيا بدايتها ناس ونهايتها ناس، اللي بيحل المشكلة هم ناس، واللي بيستعمل الحل ده هو ناس. ففي كتير من الشركات بتقع في المغالطة دي أو الغلطة دي، إن هو ما بيفكرش في المستخدم بتاعه ومشكلته قبل ما يفكر في التكنولوجيا. هو بيفكر في التكنولوجيا الأول، وده بيؤدي ان هو بيطور سوليوشن جامد جدا محدش محتاجه، او بيطور سوليوشن جامد جدا محدش عارف يستعمله، او بيطور سوليوشن جامد جدا محدش مهتم ان هو يبص عليه اصلا. فدايما النصيحه دايما اللي بنقولها لاي حد، او احنا حتى بنحاول احنا واحنا شغالين نهتم بيها، ان احنا نبص على الناس. مين هيستعمل السيستم ده، وهيستعمله ازاي، وهيستعمله ليه، وايه مشاكلهم الحقيقيه عشان نحلها لهم. ما نقدمش سوليوشن وخلاص. ما نحلش مشاكل مش موجوده. ما نهتمش بالتكنولوجيا زيادة عن اللزوم، عشان التكنولوجيا في الاخر هي وسيله مش غايه. مش الهدف ان انت يبقى عندك اجمل تكنولوجيا في الدنيا، الهدف انك تستعمل التكنولوجيا دي انها تحل لك مشكله حقيقيه. شكرا.